هو على الشبكة راسي، لا تقول لي عاقل والهبال، لومك يا ابوي على الكراسي. لا تقول لي عاقل ولا هبل، ما كل من يقضي الهبال، ولا هو على الشبكة راسي. لا تقول لي عاقل والهبال، لومك يا ابوي على الكراسي. جميل. معانا ومعاكم في حلقة الليلة أحد فرسان هذا الفارس، الحقيقة أثرى البرنامج في حلقات سابقة. هذا الجوال هو من أسوان. الحقيقة الأستاذ إسماعيل والأستاذة إيمان والأستاذ إسلام المولد اختاروا لنا هذا الموقع الذي نحن سعداء وإحنا قاعدين فيه، وأهل الموقع كمان السكان هنا بيحيونا بالشاي والقهوة والشاي أبو لبن كله، يعني حاجة يعني جميلة فعلا، يدل على الكرم الصعيدي وكرم أهل أسوان أصلا. بنشكر طبعا الأستاذ إسماعيل والأستاذة إيمان والأستاذ إسلام المولد على أنهم هم بيطوروا دائما هذا البرنامج وبيغيروا من شكله وبيغيروا من مضمونه، لأنه التطور مطلوب. معانا ومعاكم الحج نوبي محمد السيد، الموظف في شركة مصر للطيران، وهو شاعر ومغني وجوال وفنان شامل كامل. اهلا بيك يا حج نوبي. يا مرحب يا مرحب، سعداء والله احنا لما بنبقى معاك، يعني لانه احنا يعني بنسعد بما تقوله للناس، واعتقد الساده المشاهدين معانا. استاذنا طبعا وعم الكل يعني. الله يحفظك. يا ترى مين حتقول لنا ايه، او مين اللي يعني تلقي عليه اشعارك في هذه الحلقه؟ النهارده برضو هنبدا بصلاه النبي كعادتنا، اللهم صل عليه في مجالسنا طبعا الصعيديه. نعم. لان ما فيش مجلس، المجلس اللي بيبدا بصلاه النبي بتحفه الملائكه طبعا يعني. صلى الله عليه وسلم. نعم. فبنقول نعم. ابدا كلامي باللي الحق جمعاه، الله. محمد ابو وجه ناير. نعم. ابدا كلامي باللي الحق جمعاه. نعم. محمد ابو وجه ناير. نفسي اصلي في الحرم جمعاه، واكون للنبي زاير. يا رب يا رب. تاني يا حج، تاني يا رب يوعدنا جميعا. ابدا كلامي باللي الحق جمعاه. محمد ابو وجه ناير صلى الله عليه وسلم. نفس اصلي في الحرم جمعاه، واكون للنبي زاير. الله الله. نفسر بس جمعاه. ابدا كلامي باللي الحق جمعاه. ربنا في دعوه سيدنا النبي كان اول مؤيدينه، لان هو اللي انزلوا بالرساله، وهو اللي انزل عليه الرساله، وجاب معاه الحق، وجاب معاه الحق، رساله حق. وهو لما هل النبي لما نزل النبي ونزلت عليه الرساله، اكيد كانت رساله حق. بالضبط. تمام. نعم. على الحق جمعه. جاء معه. نعم. والمقصود بالحق هنا كلمه الحق هو الله. والمقصود بالحق هو حق الارض، ان حد يتعاون معاك او تظهر كلمه الحق، فانت الحق. صاحب للحق. صح. الحق كلمه شامله طبعا، واسم من اسماء الله سبحانه وتعالى. دعنا نذهب الى فاصل حج نوبي ثم نعود. صاحب اللي صاحبته مسافات، سافر وطول غيابه، كام صبح عدى ومسافات، كام صبح عدى ومسا فات، لا جاء ولا جاء جوابه. نعود مرة أخرى مع الجوال الكبير
الحج نوبي محمد السيد. كنا قبل الفاصل بنتحدث عن أحد المربعات اللي قلتها بتاعت الحج جمعاه، وكنا عايزين نفصل للسادة المشاهدين الجناس في كلمة الحج جمعاه الأولانية وجمعاه الثانية. هو المربع طبعا بيقول نسمعه أبدأ باللي الحج جمعاه. نعم. أبدأ باللي الحج جمعاه محمد أبو وجه ناير. نعم صلى الله عليه وسلم. أبدأ باللي الحج جمعاه محمد أبو وجه ناير. نفسي أصلي في الحرم جمعاه وأكون للنبي زاير. الله. أصلي في الحرم جمعاه. جمعة. أصلي في الحرم جمعة. وأكون للنبي زاير بعد ما أصلي في الحرم المكي جمعة. أقصد بزيارة الحبيب عليه الصلاة والسلام. عارف يا حج نوبي لما أنت قلت وأصلي في الحرم جمعاه جاء في بالي إيه؟ أصلي في الحرم جمعا يعني. جمعا. لا أصلي لكن أنت قصدك جمعة في الحرم. جميل 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 جميل. تختلف عن كل صلاة يعني. ده جميل. أنا جاء في ذهني فعلا إنه نصلي في الحرم جمعاه يعني جمعا. جماعة لكن يعني. طبعا جماعة. لكن طبعا الحج نوبي قصد إنه يصلي في الحرم جمعة، لأنه عارف إنه فضل الجمعة في الحرم لها فضل كبير. وعلى فكرة لما قال أبدأ بالحج جمعاه قصده أبدأ بذكر للحج جمعاه. طبعا. نعم جميل. نقوله تاني المربع بعد أنا كنت عايز أقول لك على صاحبك اللي تعبك ده اللي كلمتني عليه هاتوا بس نقول المربع ده تاني. وهات لنا صاحبنا ده اللي تعبنا. بقول أبدأ باللي الحج جمعاه. نعم. أبدأ باللي الحج جمعاه محمد أبو وجه ناير. نفس أصلي في الحرم جمعاه وأكون للنبي زاير صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. هتقول إيه بقى على صاحبنا اللي تعبنا ده؟ أقول لك على صاحبك. نعم. ولو ان يعني برضو مقامك محفوظ اكبر مني سنا واكثر درايه، بس هديك نصيحه. جميل يا سيدي جميل. اوعى تمشي معلي. نعم. احنا قلنا المربع ده على فكره قبل كده برضو عشان نقوله تاني. نقوله تاني. نعم. اوعى تمشي معلي. يترجرج ويرد قوله. يستنى المشوره تملي. لما الجماعه يقولوا. الله الله الله. تاني يا سيدي تاني، لانه ده فيه تورية. ايوه. في تورية. نعم قولوا تاني. اوعى تمشي معلي. اوعى تمشي معلي دي قابلة لكل الاحتمالات. عظيم. معلي ما يعجبكش مع الوحش مع البتاع مع الوحش مع كذا. نعم. اوعى تمشي يعني معلي. نترك المعنى للمستمع يفسر جميل يا حاج. نعم. بس احنا بنسهل لناسنا في القاهرة وفي القناة طبعا في مصطلحات بتبقى صعبة عليهم شوي، عشان كده احنا بنضطر نفسر. نعم. اوعى تمشي معلي. يترجرج ويرد قوله. يستنى المشورة تملي. لما الجماعة يقولوا. الله. يستنى المشورة طبعا يترجرج ويرد قوله. يعني انت بتاخذ منه كلام هو مايس ولا مدي لك عقاد نافع ولا خايف ياخذ قرار. يروح البيت يتضرب. يحصل معاه اشكال كده يعني. تمام يعني هو متردد. يترجرج يعني يترجرج يعني شفت الكستر ما بيرساش على بر. الكستر دايما تلاقيه على بر. نعم. يترجرج ويرد قوله. بعد ما انت بتاخذ منه وكيله ممكن يرجع في كلامه تاني. نعم. يستنى المشوره تملي. دايما يستنى لما يجي له الراي من البيت. يعني هو ملوش راي. نعم. يستنى المشوره تملي. لما الجماعه يقول. احنا عندنا في الصعيد الجماعه هم الستات البيت. يعني المراه في البيت اسمها الجماعه. يقول لك الجماعه. انا رحت بجماعتي عند الدكتور. انا رحت بجماعتي فرح. رحت بجماعتي واجب. لانه كانوا يستنكفوا انه يذكروا اسم المراه. فهو الجماعه تشمل الام والعيال يعني. الام والعيال. جميل. لما الجماعه يقولوا. لو ما قالوش الجماعه القرار ما بيتخذ. ما فيش قرار. نذهب الى فاصل ونعود مع الحج نوبي محمد السيد.
صاحب اللي داينته كذا دين، لما ديني اشتكاني ونصب لي في السوق مزدين وعملني قصة وحكاني. يا عيني. عاجبك الكلام ده يا حاج؟ جميل 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 والله يا حاج. طب وعاجبك تصرفه؟ جميل. تصرف لا صاحبي طبعاً. ده؟ لا دي قلة أصل. أدي لك دينين وأنت تشتكيني لما تديني. اي والله. نعود الى الحج نوبي لنستمتع باقواله الجميله ومربعاته. طب أنا هقول لك عليه صاحبك ده برضه. تفضل. هقول لك اوعى تماشي رجل شين. كنت سألت عليه قبل ما تداين وأنت يا حاج عبد صح الفتاح. صحيح. اوعى تماشي رجل شين نعم. ولا مرة معاه أشوفك. اوعى تماشي رجل شين ولا مرة معاه أشوفك. دايما تماشي رجل زين، دايما تمشي مع الزين، في الضيق يقدر ظروفك. الله الله. تاني تاني. اوعى تماشي رجل شين. اوعى تماشي رجل شين ولا مرة معاه أشوفك. دايما تمشي مع الزين، في الضيق يقدر ظروفك. طبعا صاحبك ما قدركش. طبعا. يعني انت اديت له لما جات داينك مره ما قدركش. عوزتك ليه ما قدركش. مظبوط صحيح. نعم يا سيدي. نعم. ارجع واقول لصاحبي برضه. نعم. بقول له زي البحر ترمي زباديك. زي البحر ترمي زباديك وتطلع اللي في جوفك. زي البحر ترمي زباديك وتطلع اللي في جوفك. خليك في حالك وغطي زباديك وحاول تنظر لجوفك. الله الله. تاني. ده بيقول لك زي البحر ترمي زباديك. زبد البحر دايما البحر بنلاقيه على الشط. الزبد بتاع البحر دايما بنلاقيه على الشط. يعني ترمي زي زبدك البحر يعني. ترمي زباديك زبدك. زبدك يعني. وتطلع اللي في جوفك. في حاجات في جوف البحر بيرميها كده. اذا كان حشيش ولا غيره بيرميها على الشط. يلفظ ما بداخله. يلفظ ما بداخله. نعم. خليك في حالك وغطي زباديك. في مثل عندنا بيقول يا مغطي زباد الناس غطي زباديك. الله الله الله. لما انت خايف على زباديه ما تغطي اللي عندك، يعني بدل ما تتسمى، بدل ما تبص على عيب الناس شوف عيبك. شوف عيبك. ده المقصود. جميل. خليك في حالك وغطي زباديك وحاول تنظر لجوفك. حاول تنظر لجوا فيك. لجوا فيك. لجوا. ما انت مليان عيوب. نعم نعم. انت بتنقي في عيوب الناس. وغطي زباديك ده مثل شعبي. وغطي زباديك ده مثل دارج. مثل شعبي. نعم نعم. يعني بدل ما انت بتاجي تنصحني بنصيحه وانت مش انت راجل راجل وحش. يعني غطي زباديك ده مثل تقول لي يا نوب ابقى كويس. صح. طب ما انا هرد عليك اقول لك قبل ما تغطي زباد الناس غطي زباديك. نعم. يا ريتك تكفل لنا الحلقه يا حج نوبي. انت قلت لي انك بتغني النميم. يا ريت بغني الكف الشعبي. الكف. يا ريت تغني لنا كف كختام، تختم لنا الحلقه بغناء كف. انت كنت في فرقه زمان، كنت عامل فرقه. كان معايا فرقه. كان معاك فرقه. كان معايا فرقه وبتتكون من دف وعود وطبله. وكان لي محبين، وكنت اطلع ليالي باجر وكده. بس طبعا زي ما شرحت لك قبل كده لما بدا يختلط الحابل بالنابل، لا قلت لا خد لك جنب حفاظا على يعني احتجاجا على الوضع الحالي. على الوضع الحالي السيء في الفن. الوضع يعني في الافراح. في الافراح. في الافراح بالذات. يا ريت تسمعنا، تغني لنا من اغاني الفرقه بتاعتك. والله هي في اغنيه بتقول لك إلا عينيها إلا عينيها إلا عينيها إلا عينيها إلا عينيها لما تعدي إلا عينيها لا بترمي السلام لا تهدي إلا عينيها بصالح ومديت يدي بصالح ومديت يدي والله ما بصت حتى عليها إلا عينيها. نعم يا سيدي. نعم. إلا عينيها لما تفوت إلا عينيها بيحزن قلبي وبيموت إلا عينيها
ما لما تفوت إلا عينيها بيحزن قلبي وبيموت إلا عينيها. الله الله. لو بصت لي أكون مبسوط، لو بصت لي بكون مبسوط، وبسرعة روح أجري عليها الله إلا عينيها. جميل. حاجة بسيطة كده من اللي ما زلنا حافظينها. والله يعني. احنا مستمتعين، وهذه الأغنية والصوت، الله الصوت يبارك جميل فيك. الله حقيقة، يخليك صوتك يا حاج جميل. عبد الستار الله يعزك. وده يعني خسارة انك انت تركت الفرقة او فشكلت ما الفرقة. لكل زمن الرجال لكل زي ما زمن. بيقولوا. احنا سعداء بيك الله وشاكرين يبارك فيك. ليك، ونتمنى ان نشوفك في حلقة الله اخرى يخليك. وحلقتين. شكرا حاج إحنا نور، بنشكرك. بارك الله يبارك فيك، شاكرين. نورتونا. شكرا.